مساء الخير عليكم واهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. السؤال اللي بيطرح نفسه كل شويه، اشتري عربيه ولا استنى؟ ابيع العربيه ولا استنى؟ دايما في كل فتره بتحصل دروب نسال نفس السؤال. لكن دلوقتي زي ما احنا شايفين الدولار نزل من 70 ل 47 جنيه ولسه في النزول بعد القرارات الجديده والمليارات ضخت في مصر ومشروع راس الحكمة. الناس اشتغلت لما الدولار كان وصل لل70 رفعت أسعار العربيات ل3 أضعاف. ليه؟ يقولك أصل أنا بشتري بالدولار السوق السوداء والأسعار غالية، فبدأ يزود زي ما هو عايز. طيب دلوقتي الدنيا بدأت تنزل، الحديد نزل، الذهب نزل، السلع الغذائية كلها نزلت، فبالعقل والمنطق يبقى العربيات كمان هي تنزل. فالناس بدأت تشتغل على النقطة ديت اللي هم أصحاب التوكيلات. قال لك احنا الأسعار هتنزل ماشي، راح جاي منزلين لقينا في نزول في الأوفر برايس وليس في سعر العربية. وفي نفس الوقت قال لك طب ما الاستيراد مقفول وأنا عندي مخزون كتير من العربيات ومش هعرف استورد، فأنا استغل الفرصة زي ما احنا شايفين، راح جاي رافع استعوض عن الأوفر برايس ورفع أسعار العربيات نفسها. فهل ده يعني مثلا انتوا كده بتشتغلونا او بتضحكوا علينا ولا ايه بالظبط؟ فاحنا النزول المفروض يبقى فيه نزول زي ما السلع التانية نزلت اسعار العربيات هتنزل، فعشان محدش يضحك عليك. ودايما لما تيجي تسأل تاجر من التجار الكبار يقولك من الاخر محدش فاهم حاجة، الدنيا هتنزل، الدنيا هترفع، الدولار هيدنه في نزول زي ما هو، ولا هتبقى برضو فترة مؤقتة ويرجع يرفع تاني. فمحدش فاهم حاجة عشان محدش يضحك عليك ويقولك الحق بيع بسرعة، ده الدولار نزل، روح اشتري بسرعة، الدولار نزل واحسن فترة للشراء. لان احنا يعني كنا متعشمين في قطاع السيارات زي ما الناس طلعت وقالت ان في فعلا حصل نزول. النزول ده لقيناه في الاوفر برايس وليس في سعر العربية. في المقابل لقيت ان التوكيلات رفعت زي ما احنا شفنا اسعار العربيات لحد امبارح، يعني كل سكودا هونداي كله بدأ يرفع ويقول لك لان انا عندي مخزون ومفيش استيراد، فاللي انا هبيعه ابيع اللي عندي، حتى لو بعته وخلصت ما انا مش هعرف استورد لحد ما يفتحوا الاستيراد. وزي ما قال رئيس شعبة السيارات ان فعلا حصل نزول اليومين اللي فاتوا، بس نزول زي ما احنا شفنا في الاوفر برايس. طيب السؤال برضو اللي بيطرح نفسه، ابيع دلوقتي ولا استنى شوية هتعلى تاني هترجع تاني، ولا اشتري دلوقتي ولا استنى برضو هتنزل تاني؟ هو مبدئيا محدش فاهم حاجة عشان محدش يضحك عليك، ولكن هيبقى في نزول. النزول اللي هيحصل هيبقى نزول نسبي مش ملحوظ قوي، يعني زي ما الناس متوقع، واللي هي مثلا الناس متعشمة ان اسعار العربيات ترجع تاني زي الاول. اعتقد ان في الموضوع دوت مش هيحصل نزول جامد زي ما الناس متفكرة او الناس متوقعة. يعني النزول هيحصل نزول بس نزول نسبي زي كل فترة كده. وخلينا نشوف ونتابع الايام الجاية ان شاء الله، والمشاريع اللي هتفتح والدولارات اللي هتضخ في البلد. اي نعم هتريح السوق المصري كله، بس بالنسبة لقطاع السيارات محدش فاهم ليه حاجة عشان محدش يضحك عليه. وخلينا برضو نستنى، اللي مش مستعجل قوي يعني ممكن يستنى لاخر شهر 3 مع دخول الاتفاقيات اللي هتحصل في مصر والدخول المليارات كتير، وهتبدأ البريكس تشتغل على اخر 3. وان شاء الله انا متوقع ان فعلا اخر 3 هيحصل دروب جامد في السيارات، بس برضو مش زي ما الناس متوقعة اللي هيحصل. يعني مثلا العربية اللي كانت ب150,000 جنيه هترجع تاني 150,000 جنيه، ده مستحيل. يعني اللي هي وصلت 150 دلوقتي وصلت ل800 و900، هتنزل اقصى حاجة هتلاقيها برضو 500 ولا 600 زي ما احنا متوقعين. مش هتنزل زي 150 من الناس متوقعة زي الاول.
وخليكم متابعين مع بعض، ونتابع مع بعض الفترة الجاية ونشوف أسعار السيارات هتريح فعلا ولا لأ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك إشعارات بالحلقات الجديدة. تابعوا معانا حلقة بحلقة. سلام.